مازال الصدمه باقا جديده. كي قال خويا سعيد انه المغاربه ولاو دايرين بحال الالمان، ما بقوش كيقنعوا، وهذا يحسب لنا. ما بقيتش انا خويا تقنع لي انا بالدور. انت راك راك فيناليست، راه فيناليست، هذاك راه فيناليست. انت لعبتي الفينال، لعبتي الفينال ديال افريقيا. هذا النوع هذا ما كيشمتوش الناس اللي كيلعب الفينال، ما كنشمتوش فيه. ما كتقدرش تشفى في شي واحد لعب الفينال. فاذا كندربوا، انجزنا ما يجب انجازه. ها حنا غاديين، احنا كنتعلموا درس من الدروس ايضا المهمه في هذا الموضوع هذا كله، وهو انه في نهايه المطاف ما يبقى لك غير خوك المغربي، باش نكونوا بكل صراحه. ما يبقى لك في نهايه المطاف نحن قلال كي قال الاخر ما فينا ما يتقسم. انا ماشي مع انه نبقاو نضربوا في بعضياتنا. لا ملي توحش الضرب، انا نقولها لكم بكل صراحه، ملي تنغبن وتبغي مثلا تفرغ الغضب ديالك، فرغوه في الكرغولي، ما تفرغش الغضب في المغربي بحالك. نتعلموا نختلفوا بعضياتنا، لنتعلم كيفاش اننا نديروا الاختلاف بعضياتنا ونصرفوا الا كان شي احقاد، الا عندك شي شويه ديال الحقد زايد ولا ها هو الكرغولي، ها انت طحن. وواحد القضيه اخرى نقولها في حق الكلام اللي قالوا اخي كمال، باش ماشي تعقيب، ولكن هو حاله الغضب. انا غنحسبوها على هذه الحاله ديال الفوران اللي راه فيها الشعب المغربي. شوف، المواطن المغربي من حقه ان يطالب بالترحيل ديال الافارقه، من حقه كموقف سياسي ديال المواطن المغربي، من حقه يقول انا بغيت يترحلوا الافارقه، نعم. ولكن الدوله المغربيه والاحزاب السياسيه الا بان لهم يرحلوا راه غيرحلوا، ما بان لهمش ان هذا الموضوع ديال الترحيل مناسب ما غيرحلوش. فاذا نفرقوا ما بين المطلب ديال المواطن وما بين المسؤوليه ديال الاحزاب السياسيه اللي كتقدم بالمشاريع الى البرلمان المغربي. والدوله المغربيه الى بان لها على ان تعيد النظر في الاقامه ديال شعب او شعبين او لا، هذا كيبقى حق ديال الدوله. ما نوصلوش للكلام ديال العنصريه الاخوان. اذا وصلنا للكلام العنصري، وديوها ما عندي اخر فكره اخي سي دريس، الى وصلونا والاخوان ردوا معايا البال، الله يرحم لكم الوالدين في هذه النقطه، الى وصلونا اننا ولينا عنصريين فقد انتصروا. الى خرجوا المغربي من الايمان ديالو بهذه المنظومه القيميه الكونيه، واننا لسنا بعنصريين، واننا لسنا بساديين، واننا ما كنكرهوش الناس غراتويتمون، عرفوا بانهم الذين اللي انتصروا. اذا خصنا نعرفوا نجيروا الغضب ديالنا. تحياتي لكم. تحياتي لك خويا سيزار. كلمه عندي يا استاذ. تفضل استاذ كريم، تفضل. واسمحوا لي عرفتي راه كنتصنت لكم وكنتنغم وكنصايب واحد المعقوده مغربيه، انا راه متخصص في المعقوده داك الشيء. انا نطلب كاع من الحضور لانه ما شاء الله عليكم الافكار راهي كثيره، غير نحاولوا ديما نريزوميو باش كومسا ندوزوا الباساج ونزيدوا نستافدوا اكثر. لا انا ما غندويش بزاف اخويا، ما غندويش بزاف، لان الاخوان تبارك الله عليكم كل واحد باسمه. تحيه لكم، وانا والله استمع واستمتع، قسما بالله لا استمع ونحن كذلك واستمتع. لا بدينا الحوار في الاول كان نوعا ما يعني لقيت انني اتفق مع الجميع واختلف مع الجميع، وهذا شيء جميل في المغاربه. والكلمه اللي قال خويا سيزار الذي احبه واحترمه هي كتدور في دماغي، هو قالها اننا نقدم درس. احنا دابا في لايف مجتمعين متفقين ومختلفين، ولكن نتحدث باحترام برقي. والجميل في الامر، ربما اعتذر اذا مارست شيئا من الاستاذيه، مع كامل الاحترام والتحيه للاخوان، ان يتدخل الاخوان وهذا شيء جميل. بسلاسه، افكار مرتبه، كلمات مضبوطه، ما حطش ورقه قدامه، ورقه وكيقرا منها. وهذا راه شيء رائع الاخوان، راه رائع جدا اننا بمشاربنا وبثقافتنا وكل واحد ما عارفينش المستوى التعليمي ديالو، ولكن نفس المستوى في النقاش، ورد البال المعقوده. لا حاضي معايا طاهره ديال معايا حاضي معايا. شوف، انا هو الجميل عندي انا. اما مسائل اخرى هذه كتبقى تفاصيل فيها نقاش، ولكن الجميل هو ان مجموعه من الافكار اللي قلت انا قبيله اخوان ايدوها، لا خويا جبور ولا السي الدكتور ابرنوس ولا جا السي اخ سيزار وحتى انا روزو داروا داك، يعني داروا الدياغنوستيك كيفاش خصنا نفكروا.
كمال انا عارف، لان كمال هو انا قبل يومين، لان كون جيتوني قبل يومين راه غنقول هاد الهضره اللي قال كمال، لان كنا مشحونين. لهذا سكت انا هاد اليومين بيد من، لان كلنا عندنا الحق. احساس بالظلم هو احساس بالظلم، وماشي ضعفاء. انك يعني انك اش غنقولوا، انك تتجرأ على الاسد والاسد ضابط نفسه. ما سهلاش، ماشي احنا ماشي صغار، احنا كبار كدوله وكشعب وكمنظومه، وصبرنا لهذا الشيء اللي وقع، شيء جميل. لهذا انا مع الكلام اللي تقال مع الاخوان كلهم، انا مع الاحساس بالظلم، وحنا تظلمنا وحنا كبار، ولكن ردينا ورد الكبار، ماشي رد الصغار الذين ينتقمون وهذو اللي حدانا. لا، الرد ديال الكبير. وتتعرفوا الغلطه ديال الكبير راه بالكبوط. حنا كبار، وغلطه الكبير بالكبوط. الا غلطنا شي غلطه ما يرحمنا حتى واحد. لهذا انا اعود واكرر، نجيو للوسط. لسنا مع المبالغه في الترحاب وما يسميه بعض الانبطاح، ولسنا مع العنصريه. علاش ما نوقفوا في الوسط؟ انا اقول وقف في الوسط، وقف في الوسط. جيتي مرحبا بك المغرب، سير اخويا لوطيلات، راه المحلات، كل وشرب، تمتع مع راسك في هذه البلاد. فات كوم الشتوى، مي نوبلي با كو فازيت شينو. هذه خصها، هذه مع فات كوم الشتوى، مي نوبلي با كو فازيت شينو. هذوك خصي يعرفوها. المساله الاخرى هو انك هذا الشيء غيتغير، كونوا متاكدين غيتغير. علاش؟ لان الصدمات اللي كيتعرضوا لها المغاربه اليوم غتغيرنا، لان التغيير ما كيجيش بين عشيه وضحاها. ماشي اليوم زوين غدا كنصبح خايب، لا. ماشي اليوم في واحد الشعوب كتاخذ وقت طويل باش تغير نفسها، وسنتغير، كونوا متاكدين اننا سنتغير، لان تعامل الاخر معنا ماشي غنتغيروا للاسوء، لا، سنعود الى الطبيعه. حنا راه خارجين الطبيعه الاخوان. نحن كمغاربه نتصرف خارج الطبيعه ديال الانسان في تعاملنا. حنا اما نحب بشغف واما نكره بشغف، ما عندناش الوسط. هذا هو الخايف فينا المغاربه، ما كنعرفوش نديروا الامور الوسط. المغربي يا اما يبغيك بواحد الشكل رهيب، واما انه يكرهك بشيء، وهذا ما خدامش. اذا يجب ان نعود الى الطبيعه. ما هي الطبيعه؟ هو انني انا مشيت لواحد المجموعه ديال الدول يتعاملون معايا كسائح، نركب في الطاكسي نخلص، نمشي للوطين نخلص، ناكل نخلص، تيقول لك ويلكم سويو لو بيانفوني، ولكن ما كيقولكش يلاه عندي للدار. ما تيديكش عنده للدار، لانك انت سائح، انت جاي تدخل الفلوس. تفاهموا بهذه المساله المغاربه، تفهموا المساله دي اننا حنا شعب دوله، حنا دوله سياحيه، حنا ماشي زاويه، حنا دوله سياحيه ماشي زاويه. اللي يجي مرحبا، كل وشرب، وما غناديوك، ما غنقولكش شي كلمه ديال العيب، لانك ضيف ديال الدوله المغربيه، انت ضيف ديال المملكه المغربيه، وحنا ولاد الدوله المغربيه غنتعاملوا معك على اساس انك ضيف. لهذا الاخوان انا اعود واقول ان كل اللي يتقال كلام جميل، والاخوان ما كاين حتى الاختلاف هو اختلاف. لماذا اختلاف؟ لان كل واحد فينا راى المساله من زاويه، ولكن في الاخير نتفق على شيء واحد، هو اننا كنبغيو بلادنا، وهذا هو المهم. تحياتي لك سي عبد الكريم. تفضل اخويا، ربي يحفظك. خلينا نستقبلوا الاخ جنرال ونعود من البدايه. مون جنرال، تحياتي سي دريس أهلاً بك. سي انا روز وسي جوكر وسي ولد العاصمه وسي ابرنوس وسي جبور سي سيزار والدكتور بونمر. شوف انا غادي نشوفها من واحد الزاويه اخرى، واخا ما سمعتش غالبيه التدخلات المداخلات ديال الاخوان، حضرت شويه جبور وسي سيزار والدكتور بونمر، ودخلت قبل عندك في الاول ديال اللايف عندك. اولا خصنا غير نفهم واحد مزيان، تنظيم كاس افريقيا اولا شنو هو الهدف ديالو؟ شنو هو الاهداف المرجعات المتوخات، يعني تارجت ولا لوبجيكتيف؟ واش لوبجيكتيف هو اننا نفوزوا بالكاس وصافي؟ نو، يعني ما قدرناش نفوزوا بالكاس برا المغرب، نظمنا حنايا الكاس افريقيا بهذا الهايلامان كله باش نديو الكاس. هادشي اولا اللي كيروجوا له الاخر. الا كان هذا هو الهدف فجميع ردود الافعال مقبوله. الحاجه الثانيه، واش كاس افريقيا بكل ما تعنيه تختزل المغرب
يعني الا نجحات راه نجح المغرب، والا فشلات راه فشل المغرب. كنقول لك الكاس، يعني الا دينا الكاس، الا دينا الكاس فرحنا ناجحين، والا ما ديناش الكاس صافي المغرب ما بقى فيه ما يتشاف وصافي رحنا كذا. لا لا، اولا الهدف من التنظيم او الاهداف، ما كانش هدف واحد، الاهداف من التنظيم ال ال ديال الكاس افريقيا. الا قلنا الفوز بالكاس هو 20% من مجموع الاهداف كثرنا بزاف بزاف ونا اكزاجيري. الا قلنا 20% من مجموع الاهداف راه بزاف. نقدر نقول لك انا ما جاش حتى 5%. ابون جينيرال قال لك الشتا اللي طاحت في هذا العام هذا في وقت ديال كاس افريقيا احسن من كاس افريقيا. ها انت فهمت. هذه مزيان، هذه نقطة تحسب لك كاينة. دابا يعني خص باش ما نجيوش نمشيو في البروباغندا، جرونا في البروباغندا ديالهم انوزا بروفوكي، وهذه اللي خاصنا نناقشوها. استفزونا عن بعد، لانه لا شفت اللي استفزونا حنايا اكثر الاستفزازات اللي جاتنا من الناس جالسين في ديورهم وجالسين في الاستوديوهات ديالهم وجالسين حدا التليفونات ديالهم، واستفزوا الشعب كامل، حركونا. هذه الخطوره. وهذا السبب ديالو شنو هو؟ السبب ديالو هو اننا احنا كفاعلين في السوشيال ميديا، كل بمستواه وكل بتوجهه وكل بوسائله، امام بروباغندا منظمه. يعني انت كتهضر لايف مقابل تلفزيونات عموميه، مؤسسات اعلاميه بكل ما تعني الكلمه. غياب الاعلام رسمي او لا شبه رسمي او لا خاص بالعموم في المغرب هو اللي كيخليك عرضه لهذه البروباغندا. ما يمكنلكش انت تدخل لايفات كاملين وتدخل السوشيال ميديا كامله حساب وتدق عليها كيفاش خصك ديرها كيفاش خصك دير، ما يمكنلكش. يعني غياب الاعلام. نرجعوا للاهداف. من دابا هما بغاو يبينوا دابا كامل بان عدم الفوز بكاس افريقيا هو فشل المغرب كاملا. لا، هو فشل منتخب المغرب. المنتخب المغربي لكرة القدم فشل في الفوز ب الكأس الإفريقية. نقطة رجع للسطر. نمشيو للأهداف الأخرى. الأهداف الأخرى اللي هي الأساسية، الهدف الأساسي اللي يعني ديال الفلوس البينغا، ما نهضروش على العموميات. لا، كأس العالم ديال 2030 هذه بروفا ديال كأس العالم ديال 2030 ديال تموقع المغرب فيزافي المستشهرين. مي غيجي المستشهر بلا كأس افريقيا غادي تبقى تحلم له، وغادي تبقى تحاول تقنعو سور ماركات، وهو غادي يفاوضك لانك سور ماركات. لا ماشي هكا، ولكن مين يشوف بعينيه هو غادي يجي يفاوضك. دابا المغرب مثلا لو كان نظم 2028 واش المفاوضات ديالو مع المستشهرين على المستوى الافريقي غادي تكون بحال بنفس الطريقه اللي كانت قبل ديال 2025؟ لا. المغرب نجح يسوق راسو كقوه صاعده، لانه ملي كتصور الملعب راك كتصور ما حوله وما بينه وما داخله وما تحته وما فوقه. يعني عندك بنيه اساسيه قادره على تحمل مش التظاهرات، المشاريع الكبرى. انت كتبريزونتي راسك شي حوايج بعاد على الرياضه، كتبينهم الرياضه، تو بريزونت للعالم، كيولي يفكر فيك، تولي عنده انت احتمال، كتولي عنده انت اوبسيون. لو فات باش كتولي عنده اوبسيون راك نجحت. بحال واحد ان ديريكتور كوميرسال مشى دار بروسبكسيون، يقدر يدير بروسبكسيون في مثلا 4 5 6 ديال الدول، ما يجيبش كوموند وحده. صح، ما يجيبش كوموند وحده. واش ناجح ولا فاشل؟ ناجح. علاش؟ ولا اوبسيون مجموعه ديال الناس غادي تضرب 6 شهور 7 شهور حتى كتجي، وهذه بالتجربه.
دونك هنا خصنا نعرفوا بالضبط شنو هما الاهداف ديالنا من تنظيم كاس افريقيا، وشنا هي ماذا يمثل الفوز بكاس افريقيا بالنسبه للمغرب وبالنسبه للمغاربه. النهايه اللي غادي ننتهي في واحد الحاجه اللي غادي ننهي بها، هي مساله التعامل مع افريقيا كنعرفوها. انا شوف غادي نمشي لك بعيد، هذيك ديال حنا افريقيا وكذا، هذيك احنا في افريقيا للاستفاده. اشريه، احنا ماشي جمعيه خيريه، المغرب ليس جمعيه خيريه كيدور في افريقيا باش ينتشلها من المستنقع هكا بوحده غير هكا لله في سبيل الله. اشريه، سي با اون اوبسيون، سي اون اوبليغاسيون. نعطيك انا تصريح ديال مسؤول مغربي سامي قالوا في السبعينات، في بدايه السبعينات، قالوا السفير الامريكي في الرباط روكويلر، شنو قال له؟ قال له احنا في المغرب لا نرى انفسنا الا في منظمتين عالميتين. باش تعرف ان راه عقليه ديال الدوله هذه، راه ماشي غير اليوم، هذه السياسه راه ماشي بدات اليوم ولا بدات البارح. قال له لا نرى المغرب الا في منظمتين عالميتين، اللي هي منظمه الامم المتحده كعضو في المجتمع الدولي، ومنظمه الوحده الافريقيه لتسهيل العلاقات مع الدول الافريقيه. وهذه راه في وثيقه مكتوبه هكا، يعني في وثيقه ديال وزاره الخارجيه الامريكيه. قال له واضاف باسف اننا من الضروره اننا نبقاو في الجامعه العربيه. باسف هكا مكتوبه في الوثيقه كنقول لك 70 ولا في 71. يعني احنا بالنسبه لنا المغرب عارف راسو فين راه غادي، وعارف راسو اش كيدير. انه فقط من كنقول ان المغرب كيدور في افريقيا لمصالحه. الفرق بينه وبين الدول الاخرى اللي ما باغياتوش منها فرنسا هو انه لا يتحرك بنفس كولونيالي، انه كيمشي دونون اجي ونديروا شراء. وهذه هي ادوات التميز المغربي. انا نستافد معاك بصح حتى انت تستافد معايا. انا ما جاش نحتلك، ما جاش نمسك دمك. اجي اخويا اعطيني نعطيك دونون. شحال غادي نربح من افريقيا؟ كنربح. واش انا هذاك الشيء اللي كنربحوا من افريقيا ما قيمه كاس افريقيا فيما اربحوه من افريقيا؟ ماشي. دونك الواحد يفكر ويعرف راسو فين راح حاط رجلو. بالنسبه للمهاجرين، اسمحوا لي طولت، بالنسبه للمهاجرين خوت في المغرب رسميا كاين 148 ألف مهاجر من جميع الجنسيات، نصفهم من افريقيا جنوب الصحراء. يعني كنهضروا على 70 ألف من 40 مليون. ماذا تمثل؟ راه كاين مليون مغربي غير في الاسبان، وكاين جوج في فرنسا. الواحد ما خصوش يكون دفاعي اكثر من اللازم، وغادي نوضوا العنصريه. هذيك العنصريه مي غادي تنوض، من هو شكون اللي هو اللي غادي يكون متضرر منها؟ في المغرب راه كتضارب مع بنادم. نفس الشكل بالنسبه لافريقيا، كاس افريقيا مي غادي نضارب انا مع الجمهور، ولا نضارب مع الفرقه، ولا نضارب مع واحد المواطن ديال دوله اخرى. فين؟ في بلادي. شنو غنهرس؟ المنشات ديالي، السمعه ديالي. هو واش خاسر؟ ما خاسر والو. صحيح. دونك الواحد يركز. وعاش المغرب ولا عاش من خانه، وحنا رحنا شوكه في حلوقكم الى ان يرثكم الله ويقر فيكم حكمه الذي لا حكم الا حكمه. والسلام عليكم ورحمه الله. تحياتي من جنرال، حياك الله وشكرا للمداخله القيمه معايتنا دائما. سي اراروز، خلينا نهبطوا من الفوق ونتموا جايين. نعطيو الكلمه لا راك زربان ولا هذا، ولا عندك شي حاجه اللي ما والدوره بدات من عندي. بدا تفضل. كنا من هنا من التحت. تفضل. انا ما غاديش نطول معك، انا راك عارفني انا كندير مداخلات. عارف خذ راحتك. راه ما كنبغيش نطول بزاف باش من بعد. المهم بعد شكرا بعدا السي دريس على هذا اللايف وعلى الوقت ديالك بعدا باش نشكروك. لا بالعكس والله الشكر موصول لكم والناس كاع الاخوان. طبعا الحال هذا التبادل واخا كيبان متباعدين راه كنتفقوا بزاف ديال النقاط وكيكونوا نقاط الالتقاء. وانا صراحه حتى الكلام اللي قالوا الاخ كمال يمكن غير الطريقه اللي فيها شويه ديال المشكل، ما خصناش نستعملوا واحد الخطاب يكون يبان على الاقل يبان تحريضي واخا ما مقصودش. اما القضيه ديال الوجود ديال الناس ديال جنوب الصحراء في المغرب، راه هذا نقاش خاص المغاربه يديروه، حتى واحد ما خاصو يحضروا نقاش غير محضور. لانه حنا
راه كنشوفوا دول اللي تلقات الهجره يعني يعني بلا كونترول فين وصلت. حنا ما بغيناش حتى تجي الفاس في الراس حتى نوصلوا هنا ل 30 عام 40 عام عاد تبدا تبان عندنا حركات متطرفه هوياتيه اللي تبدا تطارد عباد الله في الزناقي ونبداو سمعنا. ما بغيناش نتبدلوا. لذلك دائما الواحد الى البذره ديال شي مشكل كتبان خاص ما نخمدوش النقاش فيها، نناقشوا فيها غير نناقشوا بعقلانيه وماشي بوعي تحريضي ولا حتى الريحه ديال العنصريه ما تكونش. كلكم شفتوا هذاك الفيديو ديال دوك المغاربه اللي من بعد الماتش ديال نيجيريا شادين في واحد قال لهم اودي انا من زاكوره. يعني راه ماشي حنا قاطعين بحال الاوروبيين، راه قاطعين الاوصال كلها مع افريقيا. لا، راه فينا ناس عندهم بشره سوداء وخاصنا نحترموا يعني هاد التنوع ديالنا بجميع التمظهرات ديالو. القضيه الاخرى وراه لمح لها الاخ سيزار فيما يخص اساليب البروباغندا واللي هي خطيره جدا، انه وحنا شفناها فيما يخص ما سمي بالربيع العربي وهذاك النقاش ديال الديمقراطيه وغادي نحرروا الناس وتونس غادي تولي زويه. تونس دابا ولات كفس من بن علي، دابا لا سياسه لا اقتصاد. يعني خاصنا نعرفوا باللي راه البروباغندا فيها موجات، يقدروا يضربوك بالموجه الاولى يا صاحبك انت فهمتي، ساعه لا هذيك الموجه الاولى راه كتوجدك لانك انت دير دي رياكسيون وحدين اخرين اللي يقدر اخطر من داكشي اللي انت كيصحابك راه هو المشكل. داو ليك الكاس هذه هي سميتو بداك التحريض وهذا، ولكن هما راه كيوجدوا لك حاجه اخرى اخطر، انك انت يدابز مع الافارقه، انك انت تحل وشناها. نقول لكم شفت واحد القناه ديال السنغال دغيا داروا لنا كونتراتاك، حطوا الخريطه مقسمه ديال المغرب بسميتو. يعني حنا عارفين الجزائر الاستهداف ديالها هذا هو الطوب ديالها، الملف ديالها اللي هزا كدور به هذا هو اهم حاجه، يشوفوا هذاك الشيء غادي يرتاحوا. لذلك خاصنا نكونوا حذرين ونفهموا غادي خصنا بزاف ديال الوقت. لذلك خصنا دائما الواحد ما يتاثرش ويبقى ديما في الاعتدال، لانك فاش بحال الا تشد بيلانتي خاص تبقى الوسط باش تقدر تشدها على اليسار ولا تشدها على اليمين. الا تكبيتي لجهه واحده تقدر تصيد بالضربه، وهذا هو اللي خاصنا نردوا ليه البال في هاد ما هو المؤامره، شنو هو الظاهر فيها وشنو هو مازال الخفي. ما نساوش المبادره الاطلسيه راه ضرات الجزائر مزيان. الانبوب الاطلسي خاصه في المرحله الاولى ديالو الشماليه ديال ما يخص الحق السلحفات مع السنغال ومع ما نقدروش نلوح هذا الشيء كله ونقولوا راه ما يهموناش، راه حنا راه مدخلين مستثمرين وسميتو، ما يمكنش بتشنج دبلوماسي تضرب لنا هذا الشيء كامل في الصفر. يعني خاصنا نوعاو طبيعه الحال من هنا. هذا ما كيعنيش اننا نديروا تنازلات، لان بعض الاخوان دغيا كيميلوا كيقول لك بغيتي تنباطح. لا، راه تقدر تفرض الاحترام ديالك والقانوني، تفرض حتى واحد ما غادي يعيب عليك في بلادك. هذاك التسيب اللي كيديروه الافارقه راه السنغالي ما يقبلوش في بلاده وما غاديش يديروه في بلاد اخرى. غادي نشوفوا السنغاليين الا مشاو دابا الامريكان واش غادي يديروا هذا الشيء هذا. الا طلعت لهم شي حمراء ولا شي بيلانتي ولا شي حاجه واش غادي تطلع؟ الله ما يعقلوا عليك الامريكانيين. ما تجي الا خلاوك اصلا تدخل، هذا الا خلاهم اصلا يدخلوا من بعد دوك الفيديوهات اللي شافوا. راه كدور هاد الهضره هذه باللي راه الامريكانيين ما عندهم ما يديروا بخروطو، وهما اصلا ما باغينش حتى اللي ما شافوش داير الصداع، فما بالك اللي داير الصداع. يعني غير باش يعني نكون واضحين في هذه القضيه هذه. الامور هذه ديال اللي هضر عليها الاخ سيزار ديال اللي تحاموا علينا المصريين والجزائر وهذا، انا كيبان لي كل واحد استفزنا خاصنا نجاوبوه. ما يكونش عندنا عوده داك لانه الناس مختلفه. ما عمرنا نديروا حكم واحد الحكم كامل على عباد الله الا طبيعه الحال الجزائر اللي باين باللي الدوله ديالهم يعني بالمؤسسات ديالها كلها يعني دايره هذا الامر هذا عداء واضح، وما نتجروش نتكرغلوا، لانه هما راه كيجيو. الا لاحظتي السي دريس انت راه كتبع في الكومنت كيقول لك الماتش يتعاود وهذا وسميتو، لكن حنا هذا الخطاب ما يخرجش من عندنا، لان العقليه ديالنا ما مكرغلاش مختلفه تماما على ديالهم. حنا الناس ديالنا فاش كنفشلوا الا اصلا كاين شي فشل كنقلبوا على الفشل في الدوات ديالنا، كنسالوا المدرب، كنسالوا اللعابه اللي دا معاه واش هما هذوك. ما كنبقاوش نهزوا نقلبوا حنا نرميو على الناس الاخرين اللي داروا لنا وفعلوا لنا. وي هاد المره قلبونا السنغاليين، ويمكن
هذه القضيه هذه وضحت لنا السي دريس واحد القضيه مهمه، مدى الجهل ديالنا بافريقيا. حيت حنا راه كيسحب لينا كنعرفوا افريقيا، المغربي هو ما تلقاه ما عمرو تلاقى شي سينيغالي، ما عمرو تلاقى جلس مع شي سينيغالي وكيقول لك سينيغالي خوتنا. يعني هو بحال الا شي خرافه عاودتها ليه جداه وبقى عاقل عليها هو كيورثها، فهمتي؟ ما عمرو شاف السينيغال. يعني خاص، وانا الحمد لله عرفت سينيغاليين وما صراحه عزاز عليهم المغاربه بعدا هادو اللي عرفنا، ولكن هذا الشيء اللي داروا ولا العجب. دار واحد الكلام خطير السي دريس باش تعرف سميتو. كنقول لك الغالبيه ديال المغاربه ما لعبوش مع المصريين البكايه ومع الجزائريين صحاب التهييج الاعلامي، هما والمصريين بغينا الفينال مع خوتنا السينيغاليين. واش ندمونا ولا ما ندموناش؟ وي كرهونا في شي فكره ديال انك تقول بغينا كيبان لينا خاصنا هذه المره هذه اللي جا مرحبا به، بلا ما تبقى تتمنى مع من غادي تلعب وما تشجع حد وما سميتو. يمكن كون لعبنا الفينال مع المصريين كره فارينا معهم حسنا من غيتباكاو علينا يبقاو يطيحوا في التيران وهذا، ولكن سلم من هذا القالب اللي داروا لنا هذا ما خرجوا لنا من الجلب صراحه. هذه الحياه مدرسه، هذه علموها لينا، عينا ما نفكروا ما عمرها طاحت علينا باللي غيديروا لنا هذا القالب هذا ديال اللي بغيو يخرجوا من التيران وهذا. وللاسف الاخوان راه قالوها، ولكن نعاودوها لانها انا السي دريس والله العظيم اكبر ما فقسني في ذاك سميتو هو التصرف ديال الركراكي. والله كنت تماركاو دوك البيوت ديال السينيغال لاحوا لنا 1-2-0 وزنا في حالاتنا ما يبقاش فينا الحال، يقدر كاع المغاربه يصفقوا لهم. لكن السي الركراكي انت كنتي في الار دي سي وقلبوك وطلعوك للتريبيون في الماتش اللي مهم عندك وجيتي كتعاودها عاود. واش انت مدرب ديال المغاربه ولا ديال السينيغاليين؟ شد اخويا المغاربه ديالك ديهم لسميتو هذاك وخليهم هما يدبروا راسهم. بغيت اخويا لعب وسير بزط الاربيطر. نير يكون كانوا المصريين ولا التوانسه ما يفلتوهمش في هذه، والله لا لعبوا، والله لا داو الكاس. اي وقفوا على الاربيطر 0-0-0-0 وغيصفر الاربيطر وغادي يبقى ماني يبقى يدور في عينيه تما واش يطلع يخرج من الكازون ولا يدخل الكازون. للاسف كنت تشمتوا دائما المغاربه في هذه افريقيا ديال الويل كانت تشمتوا فيها بهذا الشكل هذا. لكن رغم ذلك غادي نبقاو في الخطاب المتوازن ديالنا وما غاديش ونحترموا سميتو هذا القرارات ديال الدوله، لانه شي وحدين كيقولوا لك لا ما يبقاوش يلعبوا عندنا كره. لا، الامور ديال هذا قرار ديال الدوله وفيه المكاسب الجامعه المغربيه هي اللي عارفه علاش كديروا وعلاش ما كديروش. باش ما نطولش بزاف السي دريس حيت عارف الاخوان. اخيرا غنكمل بواحد الجمله. تفضل. واحد القضيه السي دريس، هذوك الكراغلا خرجوا كيحتفلوا بانهزام ديال المغرب، يعني فرحوا وداروا سميتو. ملي بغاو يحطوا الصوره في واحد سميتو ديالهم خداو الصوره من طنجه. الدوله المنكوبه كلها بهذوك الملايين ديال الكيلومترات اللي فيها ما لقاوش، ما قدروش يلقاو فيها صوره ديال داك الشيء ديالهم يحطوها في قناه. وكاين واحد القناه ديال بي بي سي فضحاتهم، جبدت ديك الصوره قالت لهم وديها ديرها من طنجه ماشي من عندكم. يعني شوف الدرجه ديال الهذيان وديال الفشل فين وصل. تحياتي لكم وشكرا للاخوان ومعذره. تحياتي لك.